السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أخواتي على قناتي. اليوم جبت معاكم شخشوخة الظفر بطريقتي الخاصة. تحضيرات لعيد الأضحى اللي راهو على الأبواب. نبداو على بركة الله. وش عندنا فيها الوصفة؟ عندي فيها سميد كنت غربلته، نحيت له تشيشة، بقات دقاق. هذاك هو الدقاق اللي راح نعملوه شخشوخة. وش عندنا فيها الوصفة؟ عندي فيها ماء وملح. هذا مكان الملح متكون مالحة متكون مسوس. راح ها هي بعد ما شمخناها بالماء. هذا هو القوام اللي راح نتحصلوا عليه. ما تجي يابسه ما تجي جاريه. هنا راح نتركها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح لمده 6 سوايع ولا 7. قد ما ترتاح قد ما يكون العجين تاعها مليح. ها هي بعد ما فاتوا عليها 7 سوايع انا راح نعجنها. ها هو القوام اللي تحصلوا عليه. شوفوا كيفاه ولات. لازم تعجنوها مليح تولي تطرطق في يديك. كي تكون معجونه مليح مش راح كي تعودوا تطيبوا فيها راح تتحل في لاصوص. كي تعود تكون دير في المفرقعات ثم تعرفوها باللي هي تعجنت. هي بعد ما عجناها راح نقطعوها كويرات صغار. انا هنا راح نطرحها ومن جهه الطاجين راهو يسخن تاع المسمن. هذا هو القوام اللي راح نحصلوا عليه. هنا ما تكون رقيقه ما تكون خشينه. كون تكون خشينه راح تعجن. هنا ما لازمش طيب بزاف حنشيحوها برك. بعد ما كملناها كي نخرجوها من الطاجين بعد نحطوها مباشرة في صرفيطة أو صاشي باش ما تيبسش. اليوم أنا مش راح نشخشخها بالفر. بالفر راح تديلي الوقت. ها هي الطريقة تاع الفرن.
هي الطريقة تاعها. بالظفر راح تدينا شويه الوقت. انا راح نشخشخها بالموس ما تديش الوقت. نعملوها اشرطه هكذا، راح يكونوا الاشرطه قد بعضاهم. هما الاشرطه قد بعضاهم. هم الحبيبات قد بعضاهم. بعد ما كملتها انا راح نصيرها بسيار الزرع، نحيلها الفتات هذاك الرقيق ونحيلها الدقاق باش كي نطيبها مش راح تعجني. ونحطها في الثلاجه. نتوما تقدروا تحطوها في الثلاجه ولا تحطوها في السميشه لمده يوم ولا يومين. كي تيبس مش راح تخافوا منها تغف ولا تسوس، تقعد حتى مده عام مش راح تفسد.